النهارده كل متابعين الدوري السعودي على موعد وانتظار لمباراة قمة ما بين نادي النصر السعودي ونادي الشباب السعودي. هي ليه ديربي؟ هي ديربي لأن الفرقتين بيحتلوا المركز الأول نادي النصر السعودي، والمركز الثاني اللي هو نادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. النادي النصر عنده 29 نقطة من 12 مباراة، ونادي الشباب عنده 26 نقطة من 12 مباراة. الفرقتين اتقابلوا خلال السنتين اللي فاتوا دول 6 مرات تقريبا. فاز نادي الشباب 3 مرات وفاز نادي النصر مرتين، وكان التعادل في مباراة واحدة. المباراة دي كل السعوديين والمهتمين بالدوري السعودي بيستنوها، علشان هي هتبقى تجهيز لما سوف يكون عليه نادي النصر امام باريس سان جيرمان، طبعا في التحالف اللي هيبقى ما بين النصر والهلال السعودي. طبعا كريستيانو رونالدو زي ما احنا عارفين مش هيلعب مباراة الديربي ما بين الشباب والنصر، لان كما تعلمون ان هو عليه عقوبة، كان ايقاف مباراتين. طبعا سبب الايقاف عشان اللي ما يعرفوش ان كريستيانو رونالدو وهو بيلعب اخر مباراه ليه في مانشستر يونايتد كان في طفل معاق ذهنيا، يعني من ذوي الاحتياجات. الطفل حاول يلتقط صورة مع كريستيانو وهو خارج من الملعب، فهو كريستيانو ألقى الهاتف المحمول من إيد الطفل ده. فوالدة الطفل رفعت عليه قضية ودعوة في القضاء الإنجليزي، وكمان قدمت طلب وعريضة للاتحاد الإنجليزي إن هو يوقف كريستيانو. وبالفعل صدرت عقوبة إيقاف لكريستيانو مباراتين. طبعا هي هتبقى آخر، خلاص يعني المباراة اللي جاية دي هتبقى الأخيرة ليه. لكن كريستيانو رونالدو هيظهر مع فريق النصر امتى بقى في الدوري السعودي؟ هيظهر امتى؟ هيظهر يوم 22 يناير في مباراة الاتفاق مع النصر السعودي. فكل الانظار هتتجه ساعتها يوم 22. طبعا في مباراة قبلها استعراضية ترفيهية هتبقى ما بين منتخب او يعني تشكيلة اندماج نادي الهلال مع نادي النصر السعودي. نجوم الفرقتين هيلعبوا ضد نادي باريس سان جيرمان، وده اللي هيفكرنا بعودة الديربي الكتالوني، الديربي الاسباني ما بين برشلونة وريال مدريد. ليه؟ لان ليونيل ميسي هيبقى هو قائد فريق الباريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو هيبقى هو قائد الفريق المختلط ما بين النصر السعودي والهلال السعودي. فاحنا النهارده هنتابع. ما تنساش المباراه هتبقى النهارده ما بين الشباب السعودي والنصر السعودي، هتبقى الساعه 7:30 بتوقيت السعوديه. هنتفرج على المباراه كلنا مع بعض علشان نقول لكم اهم الاحداث اللي هتحدث فيها. شكرا والى اللقاء.